أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمدك يا رب، أحمدك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أحمدك حمد القانع الشكور، وأرجوك العصمة فيما بقي من العمر، وأرجوك أن تنور القلوب والقبور. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، فكشفت به يا ربنا الغمة حتى أتيته اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وأعنا يا مولانا على أن نهتدي بهديك وأن نستنى بسنة حبيبك ومصطفاك إلى أن نلقاك وأنت راض عنا. اللهم آمين، اللهم آمين. أحبتي الأكارم، قصتنا لهذه اللحظة الكريمة ستكون بإذن الله عز وجل حول زيد بن الخطاب، شقيق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. زيد بن الخطاب هو شقيق عمر وأكبره سنا. أسلم قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقتل شهيدا في معركة اليمامة، وهو الذي كان ينادي في أصحابه في معركة اليمامة ويقول لهم: أيها الناس، عضوا على أسنانكم واصمدوا إلى عدوكم. عضوا على أسنانكم واصمدوا إلى عدوكم. وقد صمد هو رضي الله عنه وكان حاملا لواء المهاجرين حتى قتل رضي الله عنه، بل استشهد. فأخبر سيدنا عمر رضي الله عنه بمقتل أخيه، وبأن من قتله بمعنى قد مثل بجثته. فحزن عمر ووجد في قلبه وجدا كبيرا شديدا، وحزن حزنا شديدا. وكان عمر رضي الله عنه لحبه الشديد لأخيه زيد كان يقول: سبقني أخي إلى الحسنيين، أسلم قبلي واستشهد قبلي. وكان يقول أيضا: لا يأتي ريح الصبا إلا ويأتيني معه ريح زيد. نعم. وكان الذي قتل زيد بن الخطاب يدعى ومثل بجثته يدعى أبو مريم الحنفي. وذات يوم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أميرا للمؤمنين يوزع على المسلمين عطاياهم، فجأة وجد أمامه أبا مريم الحنفي، فنظر إليه عمر وقال له: أنت قاتل أخي زيد؟ قال له: نعم، أنا قاتله. قال له عمر: أغرب عن وجهي فأنا لا أحبك حتى لا تحب الأرض الدماء. فقال الرجل: وهل يمنعني هذا حقي؟ وهل يحل هذا جلد ظهري؟ قال الفاروق عمر: لا. قال الرجل: مالي ولحبك، فلا على الحب يبكي إلا النساء، يعطيني حقي. فأعطاه عمر حقه وزاد. هذا هو الإنصاف، أن تعطي الإنسان حقه ولو أنك تكرهه. نعم.
ومرت الأيام، ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأبي مريم الحنفي، فقال له رجل: هذا هو قاتل أخي شقيقك زيد. قال له عمر: وماذا أصنع به وقد هداه الله للإسلام؟ نعم، فالإيمان يا أحبابي يؤاخي بين قلوب المسلمين. ومرت الأيام، اللي بغينا نقول يا إخواني بالدارجة وهو أن زيد بن الخطاب اللي هو شقيق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ها هو قتل استشهد في المعركة، ومثل به هذا السيد هذا أشد تمثيل، حتى داع الصيت، داع القصة ديالو بين قبائل العرب. وكان سيدنا عمر في القلب ديالو أنه سيأثر لأخيه، بأن واحد النهار غادي ياخذ الثأر للأخ ديالو زيد. واحد النهار كان في المكتب ديالو، فإذا بهاد أبا مريم أو أبو مريم كيدخل عليه في المكتب ديالو، هز راسو سيدنا عمر لقاه، قال لي: أنت قاتل أخي؟ قال لي: نعم. قال لي: وحيد من حدايا قبل ما ندير شي حاجة اللي ما هي شيء. قال له: يا أمير المؤمنين، ولا قلت لك شي حاجة اللي غتفرحك؟ قال لي: شكون اللي غادي يفرحني؟ شكون اللي غادي الحاج من الحاجة اللي غتفرحني؟ قال لي: وإلا قلت لك أنني ندمت حيت قتلت زيد أشد الندامة، وإلا قلت لك بأنني أسلمت دخلت في الإسلام، وأنني عاهدت الله عز وجل أن أقتل في المشركين وأن أقاتلهم حتى أقتل. قال لي: فيدخل النبل بمعنى السهم، يدخل لي من هنا ويخرج من هنا لأستشهد شهيدا، باش نموت شهيد ولألتحق بأخيك زيد وبأخي زيد. هنا هدأ روع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: أرجو ذلك. وخرج من عنده، ووقعت معركة بين المسلمين والكفار. إذا بأبي مريم الحنفي هذا يقتل من الكفار ويقاتلهم حتى استشهد وقتل، فضرب بالنبل من هنا وخرج من هناك كما طلب الله عز وجل. وجاء سيدنا عمر كيتفقد الشهداء، فإذا به يجد أبا مريم الحنفي قد تحققت له أمنيته، وعنق سيدنا عمر وهو يبكي بكاء شديدا ويقول له: بلغ سلامي لأخي زيد. أحبتي الأكارم، هذه هي القصة باختصار شديد، وهي تحمي في طياتها رسائل عديدة. حتى لا يطول هذا الفيديو، وإلى فيديو آخر بإذن الله عز وجل، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يميتنا ميتة حسنة، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الحسنى وزيادة، وأن يقبض أرواحنا ونحن شهود وإليه ركعا سجدا، وأن يجمعنا بشهداء الإسلام وبالأنبياء والرسل وبصحابة رسول الله وبالحبيب النبي اللبيب الصفي إلى القلب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوض الكوثر وتحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وعلى منابر من نور، وعلى سرر متقابلين
ورفقة وفد الرحمن لزيارته وللنظر إلى وجه الكريم، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.